يا اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم من المدرج. هو كده دايما منتخب مصر معاه حدوته الكامله، يا يفرحنا يا يخلينا نفرح ونحلم يا يحيرنا معاه. بس خلينا نسال اكتر او نجاوب اكتر على السؤال. كسبنا كسبنا، بس السؤال اللي محيرنا او في دماغنا، هل احنا مطمنين من الاداء؟ مصر كلها فرحانة من المدرج. هنفتح الكلام اللي كل الناس بتتكلم فيه، بس مش دايما بيتقال على الهوا. خدنا لفة سريعة على السوشيال ميديا والدنيا كانت مولعة، كله عنده آراء وكله عنده حدوتة مصرية، آراء مختلفة، مشاعر متضاربة، بس الكل متفق إن منتخب مصر شاغل كل الناس، كل الرأي وراه قصة، وده اللي خلانا نقرأ تعليقاتكم. طب بينا نشوف الأستاذ محمود رسلان محضر لنا إيه. في البداية كده عماد حمدي قال إحنا كسبنا بسبب توفيق ربنا، وإن إحنا محترمين الخصم وعاملين ليه حساب. ماشي. خايف الفرحة والاحتفال المبالغ فيه يكون عكسي قدام السنغال. كلام مظبوط قوي يا عماد. احمد صبري قال تشكيل جيد وخطة تكتيكية على اعلى مستوى من العميد حسام حسن. كلام مظبوط قوي قوي يا احمد، كلام منطقي جدا. عبد الرحمن سمير قال حسام حسن بالنسبة ليا نجم الماتش، عمل خطة وتقفيل كانت سبب اننا منعنا اي خطورة علينا، حتى الجونين غلطات من الشناوي، بس شابوه العميد، شابوه المنتخب كله يا عبد الرحمن. عبد الرحمن عادل برضو قال التاريخ ينصف المدربين الوطنيين، يا رب تكمل على خير بجد، ما ينفعناش غير مصري. كلام مظبوط يا عم عبد الرحمن. بعد ما شفنا ردود الأفعال على السوشيال ميديا، نزلنا الشارع، نزلنا للجمهور الحقيقي. معانا المراسل أيمن عبد العظيم اللي خدنا على طول لأجواء المدرجات. يلا نشوف أيمن معاه إيه. تحياتي صديقي ايمن هاشم من هنا من محافظه الاسماعيليه، ننقل لكم ونرصد اجواء افراح محافظه الاسماعيليه بمناسبه فوز المنتخب المصري على منتخب كوت ديفوار. فرحه جميله جدا. في البدايه ايه رايك في المباراه والفرحه حلوه؟ طبعا فرحه حلوه والف مبروك لمصر والف مبروك للعالم العربي كله. يعني طبعا مباراه قويه جدا، مباراه اعصاب. والله الحمد لله، هو الاول الفضل ربنا سبحانه وتعالى في الاول وفي الاخر، انما زي ما حضرتك قلت الروح الفريق والحماس ودعوات المصريين. المباراة شفتها جميلة جدا جدا، وولادنا أدوا دورهم بأعلى وجه بصراحة وأحسن حاجة، ويكفي حب مصر كلنا كنا يد واحدة، واللعيبة كلها كانت بتلعب على قلب. المنتخب إن شاء الله هيكسب، والمرة دي حقيقي إحنا اللي هناخد الدوري إن شاء الله. تمام. شايفاه بيلعب كويس جدا وبيأدي كويس جدا ومتعاونين جدا مع بعض، يعني هم متعاونين. شايفه التعاون في الماتش حلو جدا. أنا واحدة من الناس كنت بقول إن شاء الله هيكسب وهيجيب 4 من غير ما أعرف أي حاجة. لكن الحمد لله يعني عجبك الاداء. الحمد لله، وهنكمل مسانده إن شاء الله بإذن الله ربنا هيبقى معانا. طب مين من اللعيبه عجبتك النهارده؟ كلهم والله كلهم ما شاء الله. حاجه الف مبروك طبعا لكل اللعيبه والجهاز، وبجد رجاله. زي ما شفنا طبعا آراء الجمهور، في اللي قال المنتخب لعب كويس بس محتاج تركيز شوية، وده وارد برضو أكتر. وفي اللي قال الجمهور يعني احنا كنا محتاجين الفوز عشان يحس بالفخر مرة تانية. المفاجأة عندي الصراحة كانت في الأطفال. الأطفال بيقلدوا اللعيبة وعندهم روح إن شاء الله البطولة تبقى بتاعتنا، وكمان عايزين نكمل المشوار. واحنا نفهم ان الكورة ده او ده يفهمنا ان الكورة مش 90 دقيقة بس، الكورة روح والكورة حلم، والجمهور هو الاساس. بعد ما شفنا رأي الشارع في الصورة بقت واضحة، وكله بيقول المنتخب مصري منضبط تكتيكيا، خطورة او خطوات قريبة من بعض. يعني المنتخب خطواته قريبة من بعض، مفيش مساحات، كله بقى متوقع الفوز بالبطولة والضغط.
حسام حسن لعب بعقل. ماتش الكوره او ماتشات الكؤوس عامه بتأمن دفاع كويس، وبعدين الاستغلال الفرص في وسط الملعب بتشتغل كويس في قطع الكرات، لكن التحول الهجومي كان بطيء. الهجمه بتبدأ صح، اي نعم التحول الهجومي بطيء والهجمه بتبدأ صح، بس انت بتخلص في بس شويه اخطاء فرديه كادت تعقد الامور. يعني نقدر نقولها ببساطه، المنتخب في احسن حالاته، المنتخب اليوم في افضل حالاته. خلينا ناخد كابتن حمام ابراهيم، نجم النادي الاسماعيلي السابق ونجم منتخب مصر السابق. يا كابتن حمام، منور الدنيا في المدرج. يا كابتن حمام. حضرتك يعني اهلا بحضرتك. ازاي حضرتك يا فندم؟ طمني عليك. والله الحمد لله تمام الحمد لله. اخبار حضرتك ايه يا فندم؟ وان شاء الله تبقى بخير، وان شاء الله نفرح كده بفوز المنتخب بالبطولة. يا رب يا رب، كلنا طبعا مع المنتخب قلبا وقالبا، وكل مشاعرنا طبعا مع المنتخب، وان شاء الله يعني يفرحونا زي ما فرحونا قبل كده، ويفرحونا ويرجعوا بالكاس ان شاء الله. يا رب يا رب. كابتن حمام، اداء المنتخب كان واقعي وكان ذكي، كان في حذر زيادة شوية، كان ممكن يكلف المنتخب يعني ان احنا ما نفوزش في المباراة. كنت شايف المباراة ازاي يا كابتن؟ والله بص هقول لحضرتك، يعني احنا لازم نعترف ان فرقه كوت ديفوار من الفرق القويه جدا، وهي حامل اللقب. مظبوط. فطبعا الطريقه اللي لعب بيها الكابتن حسام دي طريقه كانت مناسبه جدا لقدرات وامكانيات لاعبي كوت ديفوار، وقدرنا نحجم فعلا اللعيبه ونقفل على مفاتيح اللعب بتاعتهم بشكل كبير جدا، وخاصه من على الاطراف، لان هم عندهم الاطراف خطيره جدا. عندهم فيرود طبعا من يعني كمان بيجيب ضربات الراس، ومن يعني عالي جدا وطويل. ف وجود حسام عبد المجيد كمان برضو كان يعني اختيار ذكي من الكابتن حسام. نعتمد بقى على التحولات السريعه بتاعتنا، واللي المنتخب المصري ده بيجيدها بشكل كويس عن طريق محمد صلاح ومرموش، وقدرنا ان احنا نحجم فريق كوت ديفوار بشكل كويس، ويكون لنا المبادره كمان ان احنا نهدف ونجيب اهداف. ودي صعبت المأمورية كتير جدا على فريق كوت ديفوار، غير طبعا الروح العاليه اللي كان بيلعب بيها المنتخب. فدي كلها كانت يعني الحمد لله عوامل ساعدت ان احنا نكسب الماتش ونتأهل للدور قبل النهائي. ودي طبعا حاجه كويسه جدا، وحاجه تسعد كل الشعب المصري، زي ما دايما عودنا المنتخب والكوره بالذات. يعني يمكن في حاجتين بالظبط هم اللي بيجمعوا الشعب المصري. الحاجه الاولانيه ان هم لو حسوا بخطر على بلدهم بيتجمعوا بشكل كويس قوي. بالتأكيد. والحاجه الثانيه الكوره والمنتخب بتجمع الشعب المصري بشكل كويس. اكيد. والحمد لله يعني ماتشات المنتخب عامه يا فندم، وكله عنده يعني ثقه في المنتخب ان شاء الله في مباراه السنغال في الدور قبل النهائي، وان شاء الله نوصل للمباراه النهائيه ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم. كابتن حمام، عايز اخد حضرتك كده في حته فنيه شويه. يعني التشكيل المنتخب كدفاعيا تفتكروا هو الافضل، ولا يعني لو هو دفع بعناصر مثلا هجوميه، ومع خاصه ان السنغال عندها عناصر هجوميه قويه جدا، فتفتكر ماتش السنغال هيبقى فيه برضو تكتيك دفاعي، ولا هنغير التكتيك نبقى هجومي، خاصه ان كابتن حسام ما بيعتمدش على طريقه لعب واحده؟ ودي حاجه فرحانا يعني بشكل كبير طبعا، ان احنا بنلعب بكذا طريقه حسب قوه المنافس وحسب امكانيات اللعيبه اللي قدامنا. فريق السنغال طبعا يمكن من الفرق القويه، انما مش احسن من الفرقه اللي لعبتنا قبل كده وكسبتنا بضربات الجزاء، سواء في نهائي افريقيا او تصفيات كاس العالم. يعني اعتقد ان هم قلوا بشكل كبير، مش زي القوه بتاعت الفرقه اللي لعبتنا قبل كده، انما هم يظلوا طبعا منتخب كبير ومنتخب من المنتخبات المرشحه انها تكسب البطوله. كابتن حسام يعني من قراءته للمباريات اللي فاتت ومن الحاجات اللي احنا شفناها في المباريات اللي فاتت، لا بيقدر يقرا الفرقه اللي قدامه بشكل كويس، وبيحط التشكيل المناسب. واعتقد ان هو يعني
90% هيبقى بنفس الشكل اللي لعبنا بيه قدام كوت ديفوار، لانهم يعني متشابهين برضو في حاجات كتيره يعني. مظبوط. فاعتقد الطريقه دي هي طريقه مناسبه جدا لامكانيات الشعب، لامكانيات المنتخب المصري، وقدرنا ان احنا نفرض سيطرتنا في مباراه كوت ديفوار ونحرز اهداف وتبقى لنا يعني الغلبه في النهايه. الاستحواذ كان لكوت ديفوار، انما في النهايه احنا قدرنا نخلق فرص من التحولات السريعه بتاعه المنتخب او بالطريقه اللي لعب بها الكابتن حسام. فاعتقد ان شاء الله ان احنا ممكن نلعب بنفس الطريقه اللي احنا لعبنا بها كوت ديفوار، نامن بشكل كويس ونلعب برضو على التحولات بتاعه صلاح ومرموش. ودي طبعا طريقه اثبتت انها يعني في فاعليه كبيره جدا في اللاعبين، وان شاء الله يعني ربنا يكرمنا يا رب، ودعوات كل المصريين ان شاء الله ان احنا نقدر نصعد للمباراه النهائيه لبطوله افريقيا ان شاء الله باذن الله. كابتن حمام، عايز اقول لحضرتك في مشكله يعني هجوميه في المنتخب، او مثلا صلاح ومرموش محتاجين عنصر معاهم قدام، ولا انت شايف ان المنتخب كده كويس مثلا، او فكره المهاجم الوهمي اللي بيعتمد عليها الكابتن حسام؟ ايه رايك في الموضوع ده؟ يعني هو احنا طبعا يعني بنتكلم بشكل واقعي شويه، ان دي طريقه ساعدتنا ان احنا نكسب. انما لو في عنصر ممكن يتضاف على المجموعه، اعتقد ان مصطفى محمد يبقى مهاجم الاوحد في المنتخب، لان مصطفى محمد طبعا لاعب كبير ولاعب عنده خبرات كبيره ولاعب محترف ويعني في دوري كبير طبعا. فعنده الحته دي بشكل كويس. يعني لو في تغييرات ممكن يبقى مصطفى محمد هو اللي بيلعب كراس حربه. انما لو ما كانش فيه تغييرات وفعلا، فاعتقد ان الطريقه اللي احنا لعبنا بيها الماتش بتاع كوت ديفوار طريقه مناسبه جدا لينا. نقدر برضو نخلق فرص لنفسنا بالمساحات كمان اللي في ظهر لاعبي كوت ديفوار، ان هم برضو بيلعبوا كوره ولاعيبه كوره وبيلعبوا بشكل كويس. فاعتقد ان احنا ممكن برضو بنفس الطريقه اللي احنا لعبنا بيها ماتش كوت ديفوار نلعب بيها ماتش السنغال، ونقدر ان شاء الله. يعني عندنا يعني الدوافع كمان الكبيره، وعندنا الروح العاليه اللي بيلعب بيها المنتخب، ان احنا ان شاء الله نكسب برضو الماتش ده ونصعد ان شاء الله للدور بالنهائي. واحنا يعني يمكن من بدايه البطوله يعني نفسنا كلنا كمصريين ان احنا نلعب السنغال او نقابل السنغال في الادوار النهائيه، لان طبعا يمكن هم احنا ما عندناش حل تاني، احنا هنطلع السنغال ان شاء الله يا كابتن حمام. الوصول لكاس العالم 2022 في قطر، فنفسنا ان احنا ان شاء الله نفرح الشعب المصري ان شاء الله ونكسب السنغال ونوصل ان شاء الله للمباراه النهائيه يعني. ان شاء الله. بشكرك يا كابتن حمام، بشكرك يا فندم. ومعانا مداخله تاني من الكابتن اشرف مصطفى. كابتن اشرف، ازاي حضرتك؟ الحمد لله. السلام عليكم. ازاي حضرتك كابتن اشرف؟ ازيك كابتن ايمن، اخبارك؟ الحمد لله تمام والله. اخبار حضرتك ايه؟ والله كله تمام. مبروك لمصر. طمنا عليك يا فندم. والله كله في نعمه الحمد لله، بخير والله الحمد لله. شايف المنتخب ازاي يا كابتن؟ شايف المنتخب طبعا كفايه ان هو فرح مصر كلها، احنا كلنا كنا مستنيين الفرحه دي والحمد لله فرحنا. كان في ضغط على كابتن حسام من الاول، لكن كان في مراهنات عليه ان هو ان شاء الله يعمل حاجه كويسه، وقد اثبت فعلا ان هو عمل حاجه كويسه. كابتن اشرف، عايز اخد راي حضرتك في افضل لاعب في المنتخب. ما ينفعش نقول افضل واحد في المنتخب، احنا نقول كل المنتخب يعني كان اللاعب المؤثر في المنتخب في الفتره اللي فاتت او في الماتشات اللي فاتت. اكيد في لاعب مهم يعني في المنتخب بيتاثر بيه. بص اقول لك على حاجه، في كل مباراه كان ليها حاجه مختلفه، لكن انا برضو مش هقول على لاعب واحد بس، هم ال 11 لعيب او الفرقه كلها بمعنى صح، مش 11 بس اللي لعبوا، كفايه ان هم كانوا على روح قلب رجل واحد يعني، ودي كانت حاجه مهمه جدا انك ترجعها تاني لمنتخب مصر. تمام. لو ماتش بكره في ضربه جزاء واحده يا فندم، تختار مين اللي يشوط ضربه الجزاء دي؟ محمد صلاح طبعا. على طول محمد صلاح. طبعا هو اللي بيطمنك، هو داخل على كوره بيطمنك، وهو عارف راجل عالمي فعارف طبعا. منتخب مصر يا فندم هيقدر ياخد بطوله افريقيا؟ بص هقول لحضرتك على حاجه، احنا لو جينا طمني كده، انا عايزك تديني الحلم يا فندم. الماتش اللي فات ان الطريقه اللي لعب بيها كابتن حسام لا ده هو واضح ان هو مذاكر كويس جدا، بيذاكر الفرقه اللي قصاده كويس جدا،
وان شاء الله باذن الله هيلاقي المناسب لان هو ينزل بيه ويكسبنا الماتش، وان شاء الله وان شاء الله ان شاء الله نكون خدنا كاس افريقيا باذن الله. مظبوط مظبوط. كابتن شايف المنتخب ازاي في مباراة السنغال؟ اولا كل الفرق اللي موجوده فرق قويه جدا، وفيها لعيبه كتير جدا في احترافيا محترفين طبعا. لكن ان شاء الله باذن الله اللي انا شفته من كابتن حسام في الفتره اللي فاتت، اعتقد ان شاء الله هيبقى الماتش قوي، بس ان شاء الله هيكون الفوز لينا باذن الله بدون مقاطعه يعني، لدعوات كل المصريين. مظبوط مظبوط. وبعدين انت عندك مباراة صعبة يا فندم، اثبتت وجودها، في لعيبه خطيره جدا في منتخب مصر قادرين ان هم ان شاء الله باذن الله يجيبوا لنا بطوله افريقيا باذن الله. تفتكر كابتن حسام برضه هيلعب بخطه دفاعيه؟ هو اولا هو ما لعبش بخطه دفاعيه، عشان اللي يقول لعب بخطه دفاعيه، لا هو ما لعبش بخطه دفاعيه خالص، بدليل ان احنا وصلنا للجون اكتر من مره واحنا كنا مؤثرين جدا. هو بيلعب نظام تحولات، هو قفل حته الخط الظهر دي كويس جدا، نص الملعب قفله، لكن عندنا 2 صراع كان بيستغلهم في التحولات السريعه زي صلاح ومرموش. هم دول اللي كانوا صراع. وبعدين هو كان في حاجه مهمه، هو عنده في خط الظهر بتاع كوت ديفوار عنده سردباكين كويسين، فكانوا بيطلعوا، هو سحب مرموش ناحيه الشمال ومحمد صلاح ناحيه اليمين، فابتدى الشغل كله من خلال امام عاشور اللي كان بيوصل الكره كويسه جدا سواء لصلاح او لمرموش، ووصلنا كتير جدا للجول، ما كناش بنلعب بطريقه دفاعيه للاسف خالص يعني. الحمد لله يعني. تفتكر يا فندم الحل في العناصر اللي موجوده، ولا في حد على الدكه من وجهه نظرك يقدر يبقى فارق مع المنتخب؟ بص هو زي مصطفى محمد، زي اللعيبه اللي هو كينزل كسنتر فيرود، ده المفروض مطلوب ان هو مصطفى محمد، بس مزبوط. طبعا اكيد وجهه نظر مدرب. لسه كنت بقول لحضرتك يعني تفتكر مصطفى محمد هيبقى ليه دور يعني؟ المفروض هو دور، هو لعيب كويس جدا، ولسه لحد دلوقتي ما الحظ ما ادالوش ان هو يلعب مستريح ان شاء الله باذن الله، ويكون ليه دور مهم جدا 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 يعني. هو حقه ان هو يلعب، بس برضه ترجع تقول المدير الفني هو ادرى بظروف فرقته وادرى بالمباراه بتاعته. واحنا اطمنا دلوقتي بعد اللي شفناه في الماتش اللي فات يا كابتن. بص هو ما بياخدش فرصه، الراجل ما بياخدش فرصه، هو محتاج الفرصه، محتاج ان هو يلعب، بس حسب خطه المباراه اللي المدرب عاملها. خطه المباراه بتاعت كوت ديفوار ما كانش فيها راس حربه، فبالتالي كان مخلي السردباكين الدنيا بالنسبه لهم سهله، ان هو ما فيش عليهم ضغط، لكن الضغط الحقيقي كان مترشح من ناحيه محمد صلاح ومن ناحيه عمر مرموش من ناحيه الشمال، فعشان كده الحمد لله كسبنا وربنا كرمنا فيها يعني. بس احنا محتاجين الفتره الجايه نركز عشان نفوز بالبطوله دي، خاصه الماتشات الجايه مش سهله يا كابتن. والماتش اللي فات ما كانش سهل، الماتشات اللي جايه مش سهله باذن الله بالمقاطعه. فهو اساسا هو طبعا محمد، انا رايي مصطفى محمد مهم جدا في الماتشات اللي جايه باذن الله. يعني حضرتك شايف ان لازم في عنصر هجومي يبقى موجود مع صلاح ومرموش؟ طبعا مهم جدا. مهم جدا، لازم يكون مصطفى محمد متواجد ان شاء الله باذن الله، ويكون ليه سبب برضك في ان احنا نفوز باذن الله بالماتش. يعني حضرتك ضد فكره ان الدفاع بمهاجم وهمي؟ لا ما ينفعش في الفرقه اللي جايه دي، ما ينفعش فيها يعني. في المباراه القادمه فقط. انا كان معاه حق فعلا، هو عمل حاجه مفاجاه لينا كلنا، لكن حاجه ناجحه، وهو نجح كسب الماتش والحمد لله. اللي هو كان عايزه من الماتش عمله واستفاد بيه، لكن الفرقه اللي جايه اعتقد السنغال مش هتقبل بالوضع ده خالص يعني. تفتكر كابتن حسام يعني ان هو بيمشي ماتش بماتش او ستيب باي ستيب زي ما بيقولوا هيقرب للبطوله؟ ان شاء الله يعني كل ماتش يعني زي ما بيقولوا كده بمرحله، كل حاجه وليها تكتيك، كل فرقه وليها خطه مثلا. تفتكر الموضوع ده هيجيب نتيجه في الفوز بالبطوله؟ طبعا انا معاه طبعا في اللي هو بيعمله، مهم جدا طبعا ان هو يركز في كل مباراه ويشوف كل النواقص والضعف والقوه في الفرق اللي قصاده، وانا يبتدي يشتغل عليها يعني، وده حاجه كويسه جدا. ومعاه لعيبه بتنفذ اللي هو بيقوله، وده سر النجاح مع عناصر دوليه. معاه لعيبه بتنفذ كل حرف هي بتقوله. مظبوط. اشكرك يا كابتن، اشكرك كابتن اشرف. وفي الاخر الكوره مش بس بالنتيجه، ولا ماتش بيخلص مع صفاره الحكم. الكوره حكايه وجمهور ونقاش واختلاف في الراي، بس بحب. من المدرج دايما بنقول او دايما بنختلف او دايما بننتقد، لكن منتخب مصر فوق اي حد.
شكرا لكل واحد قال رأيه على السوشيال ميديا، من الشارع، من المدرج. استنونا في حلقة جديدة من برنامجكم من المدرج، لأن صوت المدرج عمره ما يسكت.